طب يا جدعان انا والله مش ببص للناس في رزقها، بس بجد بيبقى في اماكن وحشه جدا لكن عليها زحمه مش طبيعيه، وفي اماكن تبقى حلوه فعلا بس للاسف محدش يعرفها خالص. والمكان بقى بتاع النهارده هو واحد منهم. يعني المكان ده اسمه ستودا، بيعمل افتكاسات غريبه بس جامده جدا. يعني انا لو حلفت لك دلوقتي ان دي بيتزا مش هتصدقني. اوه يا نهار ابيض، يعني هي عجينه فوقيها حشو، فوقيها موتزاريلا، فوقيها موتزاريلا، فوقيها حشو، فوقيها عجينه. يعني بص هي طبقات كتير قوي. دي اسمها تشيكن سوبريم، دي عباره عن فراخ برانش. كميه جبنات في القلب مش طبيعيه. التتبيله بتاعت الفراخ حلوه جدا. فيلا بينا بقى ايه نخش على الليفل الوحش اللي بعده، وده سندوتش برجر. برضه انت مش هتصدقني لو حلفت لك ان ده سندوتش برجر. اوه يا لهوي على الحشو. بص 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 الجبنه وهي بتطلع من كل حته. مكان ده اكتشاف. برجر بطريقه غريبه جديده جدا بالنسبه لي. بص هي لحمه البرجر نفسها نضيفه، يعني لحمه ما تحسش بالقطمه بتاعت العيش ده، فاهمها يعني. هو حوار جديد كده. واخر حاجه بقى معانا ايه، هو بند الحلويات، ودي برضو ستودا بالشوكولاته برضو، اللي هي ايه العجينه وفيها شوكولاته وبعد كده عجينه وفيها شوكولاته. يا لهوي بص 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 بس هي محشيه برضو من القلب بتاع شوكولاته. بص عامله ازاي، كميه سكر مش طبيعيه. بص انا مش هتكلم، بس في حشوه عامل ازاي. وبس بقى زي ما قلت لكم المطعم ده اسمه ستودا، وهو ليه فرعين في القاهره، واحد في هليوبلس شارع الحجاز جنب مكتبه الحجاز على طول، والتاني في مدينه نصر جنب مستشفى العقاد على طول برضه.